صباح الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا. طريقتين اتنين سهلين جدا لتفصيص الرمان. هتفصصي لو عندك فدان رمان هتفصصيه بس في أقل وقت ممكن. بس في بداية الفيديو كده أوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناة. بس ندي الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب والوصل المميز. أتمنى لو بتشاهدوني من على التيك توك تنوروني وتشرفوني على قناتي على اليوتيوب وتشتركوا فيها، هكون سعيدة جدا بيكم. يلا بينا. مبدئيا كده دي الطريقة الأولانية. هتقسمي الرمانة كده هتحززيها بس من النص، يعني مش بالطول. هنعمل شكل طولي وشكل من النص، زي طبعا الصورة خير دليل. وتبدأي تحززي كده بس تحزيز من بره بس، يعني ما تخليش السكينة تتغرز أكتر كتير في الرمانة. طبعا الصورة خير دليل، أنا مش محتاجة أشرح بصراحة. شايفين؟ باجي عند الفواصل بتاع الرمان وحزز. طبعا سبحان الله في فواصل لرمان. وهتقومي حاطة ايديكي كده يعني مفردة صوابعك، وتبدأي تخبطي عليها بالمعلقة بسكينة بأي حاجة. بس أهم حاجة فردي صوابعك كده علشان ينزل الرمان في الطبق. شفتوا أسهل من كده؟ مفيش أسهل من كده. شايفين؟ أهو ببدأ أفككها سنة كده وأكفيها على صباعي على إيدي، وأبدأ أخبط عليها بالمعلقة. الفيديو النهاردة صغير يا جماعة، بس حبيت أعمل لكم طريقة سهلة كده ومبسطة. طيب الطريقة التانية على السريع بقى. الطريقة التانية هنبدأ نشيل طبعا الحتة الفوقانية زي ما انت شايفة كده، أقورها. وهنبدأ نحزز طبعا الفواصل اللي انت شايفاها كده، في فواصل ببدأ أحزز بالسكينة عليها داير داير كده، بس دي بقى بالطول، يعني مش زي عكس اللي احنا عملناها في الأول. وابدأ افتحها كده بايدي اربع تربع، لان يا جماعة لو انا قطعتها بالسكينة ومشيت السكينة فيها في النص، الرمان هيتفتح مني هيتعصر معايا. فعلشان كده ما خليش السكينة تتعمق قوي في الرمان من جوه. وبعد كده برضه بكفيها كده واخبط عليه. موضوع سهل اهو. يلا هات الرمان. الرمان مالي الاسواق دلوقتي وفايدته رهيبة. تقدري تعملي، محدش بقى يستكلف يقول لا ده تفصيص الرمان يعني متعب والكلام ده. لا مفيش الكلام ده. ايدك هتغمق يا ست الكل، ما عنديش جوندي. هاتي كيس البسيه في ايدك واعملي اكبر كميه. ده يا جماعه كيلو ونص اللي انت شفتوه في بدايه الفيديو وعملته، مفيش يعني 5 دقايق او 10 دقايق هتخلصي كل الكميه. وتقدري تحطيه في التلاجة، تحتفظي بيه في التلاجة. وتقدري تاكلي، تجيبي شويه بشويه كده وتاكليهم. حابه تحطي سكر عليه، لو مش مسكر مسكر كده زي يا ست الكل يبقى هتاكليه، مفيش مشكله خالص. شايفين اهو. وبعد ما فصصت الكميه كلها نعمل هاجيب لي شوية بقى واكلهم. شايفين الجمال؟ واسيبكم في رعاية الله وامانه، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.